أهلا وسهلا بكم. معاكم نجوى عبد العزيز الصحفية من دفتر أحوال. ومتابعتنا النهاردة أصدقائي رواد صفحة دفتر أحوال جريئة جدا مع التصريحات، جريئة جدا واعترافات في غاية الأهمية للفنانة الرقيقة الجميلة وفاء سالم. هقرأ لكم وهقول لكم إيه اللي هي قالته. تحرشوا بجسم النحيل وانتهكوني بقسوة ووقاحة. قالت وفاء سالم ليها في من خلال تصريحات لها في فيديو أثارت الفنانة وفاء سالم حالة من الجدل الواسع بعد نشرها مقطع فيديو عبر قناة التواصل اليوتيوب، وكشفت فيه عن تعرضها إلى التحرش وهي طفلة من قبل بعض أهلها وأقاربها. وقالت وفاء سالم: كنت في مرحلة الطفولة بيعاملوني أقاربي بشكل غير آدمي، حيث كانوا ينقلونني من حجرة إلى أخرى ويقوموا بتقبيلي بعنف، وكنت أتعرض لأذى جسدي بسبب هذا الأمر. وعن حكايات اعتزالها قالت وفاء سالم كمان: الأول أنا أجريت عملية تجميل فاشلة، وإن سببها طبيب هو اللي أجرى لها العملية الفاشلة دي وتسبب في مأساتها. وقالت وفاء سالم وأعلنت من خلال قناة هي دشنتها تقريبا جديدة على اليوتيوب، قالت إنها اعتزلت التمثيل، ولكنها هتواصل التواصل مع جمهورها بهذه الطريقة، يعني من خلال قناتها دي. وأضافت وفاء سالم: كنت أظهر لهم إني غير راضية، كنت أظهر لهم إن أنا غير راضية على ما يفعلوه معي، حتى إنهم كانوا يسألوني أنا أنت ما بتحبناش؟ وكنت وقتها لا حول لي ولا قوة، وكنت أرضخ لمطالبهم. وأكتر حاجة كنت بكرهها إن هم كانوا يعني أكتر حاجة كانت بتكرهها إن هم كانوا بيحضنوها، وكنت أشعر بأنهم بينتهكوا طفولتي البريئة، ينتهكوها بقسوة ووقاحة. وأعلنت الفنانة وفاء سالم اعتزال التمثيل، وذلك في بث مباشر عبر قناتها الشخصية على موقع اليوتيوب. قالت قالت ان هي هتبقى خلال الساعات يعني هي صرحت بده خلال الساعات اللي فاتت، لكن قالت مش هقول الاسباب دلوقتي، هقولها في الفيديوهات الجايه. يعني كل اللي هتقوله ده زي رؤوس موضوعات هي هتبقى تقول لكم على يعني الشرح بتاعها. لكن أكدت على إنها خلاص قررت اعتزال التمثيل، والقرار ده كان بيروح وبيجي في دماغي. واستكملت وفاء سالم: وأنا صغيرة كان عندي مشكلة مع الكذب، ولما بكذب بيكون في حجر على قلبي، وأما حبيت التمثيل قلت هنقل المشاعر اللي بحسها، سواء غضب أو حزن أو ألم، لكن عايزة أرتقي بالذوق العام من خلال أعمال فنية هادفة. وحظي كان كويس العمل مع عمالقة مثل الراحل أحمد زكي والكاتب بشير الديك والمخرج عاطف سالم. وأضافت وفاء سالم: عاوزة يبقى في تواصل شخصي بيني وبينكم، وعملت قناة عشان أرد فيها على أي سؤال يخصني، وهرد على كل الأسئلة. الكلام ده للفنانة وفاء سالم اللي هي صورتها قدامكم الرقيقة دي. وهرد على كل الأسئلة سواء النقد الجيد وكذلك وجهة النظر المعارضة لي، وهتفاعل معاكم. وروت الفنانة المعتزلة وفاء سالم قصة تعرضها للتحرش في طفولتها، وقالت في فيديو ليها في قناتها: وأنا صغيرة كنت بحب أقعد تحت الترابيزة بتاعت السفرة، وكنت بلاقيهم كلهم قاعدين على الكراسي،
وانا قاعده في المكان اللي تحت الترابيزه ده ما بغيروش، وكلهم بياكلوا، وكنت بسمع صوت الحلل والاطباق والشوك والسكاكين وريحه الطعام، وانا في دنيا تانية خالص، وكنت بفصل مع نفسي بمجرد ما بسمع بدايه الحوارات. العالم بتاعي ملهوش دعوة بالعالم اللي فوق الترابيزة. وقالت كمان كانوا بيعتبروني قطتهم السيامي اللي بيلعبوا بيها، ولما بيحضنوني كنت ببقى عايزة أزقهم، مش قادرة ومش مستحملة بسبب جسمي النحيل. ولما كانوا بيبوسوني كنت غصب عني بمسح البوسة من على خدي، وكانوا بيسألوني ليه بتمسحي البوسة، انتي مش بتحبينا؟ كنت بتكسف واقول لا، واستكملت بوستهم. كانت بتشوكني وبتشوك خدي، وريحة نفسهم بالسجار كانت بتضايقني، وببقى عايزة اهرب من كل العالم ده. واكتر حاجة لسه فاكراها لحد دلوقتي وكانت بتوجعني جدا وعاملة جرح في قلبي، ان بعض القرايب والاغراب كانوا بينتهكوا طفولتي البريئة بقسوة ووقاحة. في الاول انا ما كنتش بفهم، وكنت بتكسف اتكلم، ودلوقتي كل ده شريط بيمر وبيلف في دماغي وعمري ما نسيته. ولما كبرت كنت بحس ان اللي جوايا لسه موجود. انا بحب البراءة عشان الطفلة لسه موجودة جوايا، وكان بيحصل معايا حاجات شبه كده لحد وقت قريب، وبيدخلوا لي من داخل انتي فتاة احلامي، انتي كلك انوثة وجمال، انتي ما حصلتيش. وكل ده كان مدخل عشان يوصلوا لحاجة أنا مش قادرة أنطقها أو أقولها. وأضافت وفاء سالم لسه من وقت قريب جدا، وده كله وجع كبير جوايا، وده كان ضمن الأسباب اللي مشيت، ولسه في حواديت وحكاوي هتسمعوها. وكانت وفاء سالم بطلة فيلم النمر الأسود. قد أعلنت مؤخرا عن اعتزالها عبر فيديو نشرته على موقع يوتيوب، وقالت إن الأسباب ستعلنها تباعا وترد على جميع أسئلة المتابعين. وقالت كمان إنها من صغرها عندها مشكلة مع الكذب طبعا زي ما قلت لحضراتكم في الأول، وتفشل دائما في الادعاء أو قول شيء غير الحقيقة، ما جعل قرار اعتزالها يراودها كل فترة حتى اتخذته بشكل نهائي لتكون حقيقية تماما على قناتها عبر اليوتيوب. وكانت نشرت وفاء سالم صور لها قبل إجراء عمليات التجميل بأيام عبر حسابها فيسبوك، وقالت على فكرة الصور اللي فوق دي صور لها قبل إجراءها عملية التجميل بأيام عبر حسابها على الفيسبوك. وقالت على فكرة الصور اللي فوق واضح الفوتوشوب التكبير في السن، لأن الصورة اللي تحت كانت قبل العملية بكام يوم في في فرح العالم الأثري الدكتور علي أبو تشيش. دي كانت متابعتنا النهاردة للحاجات والاعترافات يعني والكلام اللي أعلنته، والقرار باعتزالها التمثيل اللي أعلنته الفنانة الجميلة وفاء سالم عبر قناتها اليوتيوب. أنا بشكركم، وإلى اللقاء في متابعات أخرى، وإن شاء الله نشوفها هتقول إيه بقى، وإيه التفاصيل، وإيه أسباب اعتزالها، وإيه اللي حصل، ومين اللي خلاها عمل لها عملية تجميل مش لطيفة، ومين وإيه اللي هتضيفه، وإيه اللي هتقوله. وكان الله في عونها طالما إن هي بتقول هذه الاعترافات يبقى فاض بها الكيل. أشكركم وإلى اللقاء في متابعات أخرى. كان معكم نجوى عبد العزيز من دفتر أحوال. شكرا وإلى اللقاء.